اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صباح الفل، صباح الجمال عليكم. النهارده بقى مع بعض هنعمل لفه جلاش اهو زي ما انتم شايفين. اللفه نص كيلو وهعمله بالكاستر، يعني عندنا لبن عندنا كاستر، هو ده ايه الحكايه طبعا، وسمنه. تعالوا نشوف هنعمل ايه وهنمشي خطوه خطوه ازاي مع بعض بلفة الجلاش اللي احنا نعملها دي. وحاجة حلوة قوي، وحاجة طبعا لما تعمليها في عزومة في حاجة بتشرفك. وهعملها قبل اي حاجة هحط الاول كوبايتين من السكر ومعاهم 3 كوبايات مية واحطهم على على النار، وبعد ما يغلوا اول 10 دقايق هحط بس عصرة الليمونة، وبعد كده نسيبه. انا عايزاه خفيف، مش عايزة السيرب تقيل للجلاش ده. خليكم بقى معايا كده. انا العسل البارد زي ما انتم شايفين اهو، وحط بقى معاه الفانيليا بس كده. طبعا احنا قلنا ان هو بيكون الشربات بتاع العسل ده خفيف وفي نفس الوقت بارد اهو. نركنه بقى على جنب كده. اعمل الكاستر، هحط معلقتين، هاخد طبعا كوبايه لبن كبيره واحط معاها معلقتين من الكاستر على البارد، على البارد يا جماعه اهو. واحط معاها كمان معلقه كبيره من السكر. نقلب بقى كده على البارد عشان نحطه على النار اهو. ما ينفعش ان انت تحطيه على النار دلوقتي، ويعني تحطيه على النار، تحطي لبن على النار وتحطي بعد كده الكاستر، هتلاقيه كلكع معاكي وما بقاش مش هتعرفي تفكيه من بعض اهو. انا بعمله الاول على البارد وبعد كده اقوم حاطاه على النار، وافضل برده مستمره في التقليب كده زي ما انتم شايفين بقى اهو على البوتاجاز، وافضل مستمره في التقليب لغايه ما يتقل معايا. اول ما يتقل بقى معايا خلاص بشيله زي ما انتم شايفين. بصوا كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي اهو، يعني مش عايزين ولا تقيل ولا خفيف. طبعا هسيبه على جنب كده يبرد عشان نعمل بقى مع بعض الجلاش. اول حاجه انا حطيت بقى زي ما انتم شايفين كده السمنه في قلب الصينيه، حبه سمنه حلوين اهو. بعد ما سيحتها هعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الفوطه، حاطه الفوطه من تحت من تحت الجلاش عشان خاطر ما ينشفش. يعني هاخد واحده واحده اهو، وهغطي على طول بالفوطه كده عشان الجلاش بيبقى رقيق جدا اهو. عايزه تقصي الاطراف، يعني عايزه تقصيها وتظبطيها على الصينيه. انا وريتك قبل كده، انا عملت قبل كده عن الموضوع دوت، ان انا بحط ورقه الجلاش واحط الصينيه من تحتيها، احط الصينيه فوقيها، وبعد كده اهو اقص حواليها. انا حطيت كده ورقه، اعمل على طول بمسحه السمنه اهو، وافضل ارص نفس الحكايه، واحده بالطول واحده بالعرض اهو. حتى لو كان لازق معاكي ما تخافيش، ما بيبانش اي حاجه منها اهو. بنظبطها بس كده، اخر واحده بس هي اللي بنخليها من تحت مش من فوق اهو. الاطراف اللي ما جاتش فيها برضو بنحطها تمام. طبعا الصينيه ديت المدوره دي كبيره شويه علشان لفه الجلاش نص كيلو كامل، يعني نص كيلو ببركته تمام اهو. اهو بعد كده برضو امسح بالسمنه. خلاص هخلص بقى كل ده، نص اللفه كلها على بعضها، يعني نص الكيلو هعمله على نصين، وبعد كده ارجع لكم تاني. كده انا خلصت النص الاولاني من لفه الجلاش. تعالوا بقى نحط على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، نصب الكاستر كده. بس اهم حاجه بنبعد عن الاطراف، مش هنجيب الكاستر ناحيه الاطراف خالص اهو. زي ما انتم شايفين
الكاستر سمكه حلو قوي، يعني مش عايزينه ولا تخين، ما يكونش تخين قوي سميك، ولا يكون خفيف قوي ان هو يبقى ميه اهو. حطي بقى بقيه الكاستر اهو. بصوا بنسيب قد ايه، انا سايبه يجي 2 سنتي من كل ايه، من جميع الاطراف اهو. عايزه تحطي مكسرات حطي، بس انا هحط اساسا المكسرات من على الايه، من على الوش كده، يعني هجرش شويه، هكسر شويه اهو، وبعد كده احطهم. حطي بقى بقيه لفات الايه، جلاش واحده ورا التانيه، وفي نفس الحكايه برضو كل واحده بين الواحده والتانيه بحط السمنه. حطي بقى الايه، السمنه بين كل راق وراق كده، طبعا عشان انا ماسكه الايه، التليفون اهو. وفي نفس الوقت انا مش عايزه اطول ايه عليكم، هخلص بقى كل الصينيه دي وارجع لكم تاني واحنا بنقطعها ايه بقى مع بعض. اول حاجه انا قسمتها نصين اهو، وهقسم النص التاني برضو نفس الحكايه اهو كده، قسمناها 4/4 تمام. طبعا الصينيه ما شاء الله كبيره، فهنعمل الخرطه بتاعت المثلث كل واحده هعملها على 3 اهي كده. تمام. وبعد ما اقطعها اهو، محطه بقى السمنه على الوش وادخلها الفرن. حطي بقى بقيه السمنه كده اهي، بحيث ان هي بقى طبعا تطلع كلها مقرمشه اهي ومورقه. انا كده خلصت صينيه الجلاش بالكاستر، هتعجبكم جدا وما تشوفوها كمان اهو. هدخلها بقى الايه، الفرن، وما تخرج من الفرن بقى ايه، نسقي على طول بالشربات البارد اللي احنا ايه عاملينه. شايفين اللون في الفرن اهو، لسه خارجه اهيت من الفرن. شايفين الجمال واللون؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت بقى اللي يعجبه الصينيه دي يشير الفيديو عنده، وما تنسوش كمان انا لسه كمان هعمل ايه، لسه هحط كمان بندق مكسر عليها كده. تعالوا نشوفوا جمالها ايه. كده انا عملت اهو، كسرت البندق. احط بقى كده شويات كده شايفين الجمال والقرمشه؟ روعه روعه روعه، عايزاكم تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم قوي قوي. هقطع كمان خرطه قدامكم مثلث عشان تشوفوها وجمالها عامله ازاي، مورقه ازاي، والكاستر عامل ازاي فيها. ولو عجبتك ما تنسيش بقى اهم حاجه تعليقاتك ليا، وتقولي لي وتكتبي لي الكومنت الجميل بتاعك، عجبتك ولا لا. وقولي لي لو انت عايزه حاجه معينه من الحلويات من الاكل، قولي لي عليها وانا باذن الله ان شاء الله اعملها لك. خليكوا بقى معايا كده اما اطلع واحده في الطبق. نقطع بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا شايفين التوريقه بتاعتها، بصوا المنظر الكاستر عامل ازاي، وشايفين القرمشه واللون. انا عايزه اوريكم بس من تحت لونها عامل ازاي. بصوا اللون، شايفين؟ وفي نفس الوقت طريه وجميله جدا جدا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميله جميله. عايزاكي بقى لو عجبتك ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، وتعليقاتك واللايك اهم حاجه، وانشري لي الفيديو دوت لو عجبك، واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.